المحاسبة المالية. أول ما بنسمع الكلمتين دول بيجي في بالنا أرقام وقيود وحاجات معقدة، بس في الحقيقة هي أبسط من كده بكتير. هي اللغة اللي أي بيزنس بيتكلم بيها، اللي بتحكي قصته من أول يوم. في شرح النهاردة هنفك شفرة جزئين مهمين جدا في اللغة دي: إزاي نصلح الأخطاء لما تحصل، وإزاي نسجل العمليات اللي بتبني أي مشروع من أساسه. أهلا بيكم. النهاردة بنكمل كلامنا واللي هنعتبره سوا كده المحاضرة السادسة في المحاسبة المالية، وده حسب المصدر اللي بنشرح منه النهاردة. طيب كل ده جميل، بس السؤال مهم: ايه اللي بيحصل لما الارقام دي ما تتظبطش؟ لما نلاقي لخبطه او غلطه في الحسابات؟ يلا بينا نشوف ايه اللي بيتعمل. الرحلة بتاعتنا النهاردة متقسمة لأربع محطات أساسية. الأول هنشوف إزاي نصلح الأخطاء المحاسبية ونستخدم الأداة السحرية اللي اسمها الحساب المعلق. بعد كده هنخش في قلب البيزنس نفسه: رأس المال والتمويل والأصول. تمام أوي. يلا نبدأ بالجزء الأول على طول، تصليح الدفاتر. شوفوا، مهما كنا مركزين وشاطرين الغلط وارد، البشر بيغلطوا. المهم مش إننا ما نغلطش، المهم نعرف نصلح الغلط ده إزاي صح. خلونا نبص على المثال ده عشان نفهم. هنا المحاسب وهو بيسجل، بدل ما يحط 1000 جنيه في الجانب الدائن لحساب العميل، راح حاططها في الجانب المدين. يعني لخبطة بسيطة جدا، مجرد ترحيل غلط، بس دي ممكن تعمل دربكة كبيرة في الحسابات لو ما تصلحتش. طيب والحل إيه؟ الحل لحسن الحظ بسيط جدا. بنعمل حاجة اسمها قيد تصحيح. القيد ده وظيفته إنه يلغي الأثر بتاع الغلطة اللي حصلت ويسجل العملية في مكانها الصح. الموضوع كله ماشي بالمنطق، بنعكس الغلط ونثبت الصح، وبس كده الدفاتر ترجع مظبوطة وزي الفل. بس مش كل الأخطاء بتبقى بالوضوح ده. أحياناً الغلطة بتبقى مستخبية ومش عارفين هي فين بالظبط، وهنا بقى بيجي دور أداة المحققين بتوع المحاسبة. الحساب المعلق أو السسبنس أكاونت، أحسن طريقة نفكر فيها بيها إنه عامل زي خزنة الأدلة المؤقتة بتاعة المحققين. لما نلاقي ميزان المراجعة مش موزون، يعني الجانب المدين مش قد الدائن، بناخد الفرق ده ونحطه في الحساب المعلق ده. طب هي فايدته عبقرية، بيخلينا نقدر نكمل شغلنا ونطلع القوائم المالية في ميعادها، وفي نفس الوقت نكون لسه بندور على مصدر الغلطة. وده طبعا شيء مهم جدا لأي إدارة. طب العملية دي بتمشي ازاي خطوة بخطوة؟ بسيطة. أول حاجة بنكتشف إن ميزان المراجعة مش متوازن. تاني خطوة بنحط الفرق ده في الحساب المعلق عشان الدنيا تمشي. بعدين بتبدأ عملية التحقيق، ندور ونفصص عشان نعرف الغلطة الأصلية فين، ولما نلاقيها بنعمل قيد تصحيحي. والخطوة الأخيرة والأحلى إن رصيد الحساب المعلق ده بيرجع صفر تاني وكأنه ما كانش موجود أصلا. والجدول اللي قدامنا ده بيورينا الموضوع ده بشكل عملي. كل سطر من دول هو قيد بيصلح غلطة معينة. لاحظوا كده إزاي الحساب المعلق بيستخدم كطرف في القيد عشان يقفل الفرق. مرة نلاقيه مدين ومرة تانية دائن، على حسب طبيعة الغلطة، لحد ما في الآخر خالص رصيده يتصفر ومهمته تنتهي. ودلوقتي بعد ما دفاترنا بقت نظيفة ومظبوطة وما فيهاش أي مشاكل، نقدر بقى نتكلم في الحاجة اللي بتحرك أي بيزنس: رأس المال. يلا بينا للجزء التاني. بعد ما نظفنا الدفاتر جه وقت نبني. واي بناء لاي بيزنس بيبدا من حجر الاساس اللي هو راس المال. رأس المال ده ليه دورة حياة زي أي حاجة، في 3 مراحل أساسية. أولاً تكوينه لما البيزنس بيبدأ، ثانياً زيادته لما بنحب نكبر، وأحياناً ثالثاً تخفيضه أو إننا نسحب منه. خلونا نمسك كل مرحلة ونفهمها. البداية دايما بتكون هنا. تكوين رأس المال ده الاستثمار المبدئي اللي صاحب المشروع بيحطه عشان يبدأ. ممكن يكون فلوس كاش في الخزنة أو البنك، ممكن يكون أصول عينية، يعني حاجات زي العربيات أو الأثاث زي ما المثال بيوضح. كل ده بيتسجل في الدفاتر على إنه رأس مال المشروع. طيب البيزنس بدأ واشتغل. مع الوقت طبيعي إنه يحتاج يكبر ويتوسع. هنا بتيجي مرحلة زيادة رأس المال. صاحب المشروع ممكن يقرر يضخ فلوس زيادة في الشركة عشان يمول التوسعات دي، والمحاسبة ببساطة بتسجل العملية دي على إنها زيادة على رأس المال اللي بدأنا دي. وعلى العكس، ممكن صاحب المشروع يحتاج يسحب فلوس أو أصول من الشركة لاستخدامه الشخصي. دي بنسميها مسحوبات، سواء سحب فلوس أو خد بضاعة من المحل ليه بسعر التكلفة، أو حتى خد كرسي من أساس الشركة لبيته. كل ده بيقلل من حقوقه في الشركة. ودي نقطة مهمة قوي على فكرة، لأنها ترسم خط فاصل وواضح بين فلوس المالك الشخصية وفلوس الشركة. بس هل تمويل أي بيزنس بيقف عند صاحبه بس؟ لا طبعا. خلونا نوسع الصورة شوية ونتكلم عن مصادر التمويل الخارجية والأصول الكبيرة اللي الشركة بتشتريها. كتير من الشركات بتلجأ للقروض عشان تمول عملياتها. والقروض دي نوعين أساسيين: في قروض قصيرة الأجل، ودي اللي بتتسدد في خلال سنة،
وغالباً بتكون عشان نمول بيها الاحتياجات اليومية زي شراء بضاعة. والنوع التاني هو القروض طويلة الأجل، ودي مدتها بتكون أكتر من سنة، وبتستخدم في الاستثمارات الكبيرة زي ما نشتري مصنع جديد مثلاً. طيب لما الشركة بتاخد قرض بنسجله ازاي؟ زي القيد اللي قدامنا ده بالظبط. الخزنة أو حساب البنك بيزيد بالفلوس اللي خدناها، وفي نفس الوقت بيظهر علينا التزام جديد في الجانب الدائن اسمه القرض. المعادلة موزونة ومباشرة جدا. طب إيه الفلوس اللي بتيجي من التمويل دي سواء من المالك أو من القروض؟ غالباً بتروح فين؟ بتروح في شراء الأصول الثابتة. الأصول الثابتة دي هي الحاجات الكبيرة اللي الشركة بتشتريها عشان تستخدمها في شغلها لفترات طويلة، زي المباني، المكن، العربيات. الهدف منها مش إننا نبيعها ونكسب فيها، الهدف منها إنها تساعدنا ننتج ونولد دخل على المدى الطويل. وفي الآخر لازم نفتكر حاجة مهمة: المحاسبة الدقيقة مش مجرد أرقام وجداول، دي اللغة اللي بتحكي قصة أي بزنس، بتقول لنا هو صحته عاملة إزاي وإيه الإمكانيات اللي ممكن يوصل لها في المستقبل. وهنا بقى نسيبكم مع سؤال أعمق شوية. لو بصينا للموضوع من زاوية أوسع، هل نقدر نقول إن نجاح أي بيزنس أو فشله مش مجرد أرقام بيع وشراء، لكنه في الأساس بيعتمد على إزاي بنحكي قصته المالية دي بشكل دقيق وصادق؟ فكروا فيها.